أنا الشيخ عابد. أنا ماليش بركات ولا بفهم في السحر ولا الكلام اللي معظم الناس بيقولوا عليا. أنا ممكن أساعد حد، أرقي حد محسود، ده اللي أنا كنت شايفه فيا. لكن اكتشفت إن جوايا حاجة أكبر من كده بكتير. وبداية كل ده لما لقيت سلام ابن أخويا داخل عليا البيت. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام. ازيك يا سلام، وازاي عمك ضياء؟ مش خير خالص يا شيخنا. أنا جيت لك بعد ما كل البيبان اتقفلت. انت الوحيد اللي واثق انه هيقدر يساعدنا. سلام كان بيتكلم بطريقة تبشر ان في مصيبة. قلت له اقعد بس وخد نفسك وقول لي في ايه. عمك حصل له حاجة؟ من كام ساعة كان كويس، لكن معرفش لو اتأخرت شوية ايه اللي ممكن يحصل له ويحصل في القرية كلها. ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي. هحكي لك يا شيخ عابد، بس عشان خاطري تساعدنا. انا عارف انك هتقدر. انا جيت لك لانك كنت صاحب ابويا الله يرحمه، وعارف انك بتاع ربنا وعندك بركات. اولا انا لا صاحب بركات ولا حاجة. انا بعمل اللي يقدرني عليه ربنا، وما تقلقش لو في ايدي حاجة اعملها هعملها. بس انت احكي لي ايه اللي حصل. انت عارف يا شيخ عابد ان البلد بتاعتنا هادية وجميلة وكل ناسها طيبين، لكن كله اتغير من حوالي شهرين تقريبا لما دخل البلد واحد غريب اسمه كارم. كنا فاكرينه انه راجل كويس، كانوا بيصلي وبيعمل خير، واول ما تشوف دقنه الكبيرة تقول ده شيخ على طول. لكن فعلا اللي تفكره موسى يطلع فرعون. كارم اشترى بيت من الحاج مصطفى، قعد في البيت كام يوم، وبعدها بدأنا نسمع أصوات خبط كل يوم بالليل خارجة من جوه البيت. مش خبط عادي، ده كأن في عركة كبيرة جوه. ولما كنا بنخبط عليه ونسأله كان بيقول إنه لسه مشتري البيت وبيوضب فيه. الناس سابته وكبرت دماغها خالص، لحد ما في يوم يا مولانا الصوت زاد قوي. ومش الصوت بس، ده البيت كله ولع نار لونها أحمر ماسكة في كل حتة في البيت. البلد كلها كانت متجمعة وبتحاول تطفي البيت، لكن النار كانت بتزيد مش بتقل. فضلنا نحاول نطفيها أكتر من ساعة، وفي الآخر النار اتطفت لوحدها. الكل بقى يضرب كف على كف من اللي شايفه. يعني بعد كل الوقت ده وإحنا عمالين نحاول نطفي النار وفي الآخر تطفي لوحدها. دخلنا البيت من جوه ما يقولش إنه كان لسه مولع من دقايق. كل حاجة كانت طبيعية، العفش والستاير كل حاجة سليمة، إلا حاجة واحدة. كارم هو الوحيد اللي اتحرق، ما بقاش باقي منه غير العظم تقريبا. كان منظر مرعب وغريب. والأغرب كمان الأرض كان مرسوم عليها نجمة لونها أحمر، وفي شمعة محطوطة على كل طرف من النجمة، وكمان في كتب شكلها غريب جدا. واحد مسكها وحاول يقرأ اللي فيها لكنه مفهمش منها حاجة. لكن اللي عرفناه إن الكتب دي كتب سحر. واضح إن كارم ده كان دجال أو مخاوي، وحاول يعمل سحر في البلد، أو عمل فعلا. ومن بعدها والبلد اتغير حالها. الكهرباء قطعت وما جاتش تاني، بقينا عايشين في الضلمة. المية لونها بقى غريب، تقرف حتى تغسل وشك منها مش تشرب. والمصيبة بقى إن كل 3 أيام واحد من البلد بيموت، اللي بيقع من فوق السطح، اللي بيغرق في الترعة، حاجات كتير زي دي. بس يا مولانا وبقالنا كتير على الحال ده، لدرجة إن نص البلد مشيت من كتر الخوف. عشان كده أنا جيت لك وعارف إنك هتساعدنا. قلت إيه يا شيخ عابد؟ فكرت شوية في اللي هو قاله. كنت بحاول أستوعب أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده، ومش عارف إن كنت هقدر أعمل حاجة ولا لأ. أنا ربنا مديني قدرة إني أساعد حد ملبوس، حد محسود، والشفا ده بتاع الله، لكن مش عارف الموضوع ده هقدر أساعد فيه ولا لأ. لكني قلت له ماشي يا سلام، أنا هاجي معاك وهحاول أفهم إيه اللي حصل في البلد، لكن لو ما قدرتش أعرف السبب يبقى سامحني. إن شاء الله هتقدر يا شيخ عابد. قوم انت بس معايا عشان نلحق الطريق قبل الليل ما يليل، لحسن البلد بالليل مش بنقدر نمشي فيها. ربك هو الحارس. أنا هقوم أجيب حاجات من جوه ونمشي على طول. خرجت من البيت وسلام معايا. رحنا الموقف عشان ناخد عربية مخصوص عشان توصلنا لحد البلد. المكان مش بعيد قوي، يعني تقدر تقول ساعة بالكتير. المهم وصلنا البلد، لكن المكان ضلمة بشكل يخلي أي حد يخاف. ما كانش فيه ناس في الشارع، كأننا ماشيين في صحراء.
السواق لاحظ ده وقال: هي البلد دي ضلمة كده ليه؟ هي مهجورة ولا إيه؟ سلام وقتها كان عمال يقرأ قرآن وهو خايف، وده خلى السواق كمان يخاف. عشان كده رديت عليه وقلت له: لا يا ابني ما تخافش، في مشكلة بس في الكهرباء، كمل انت طريقك. طيب احنا هنفضل ماشيين كده وخلاص، هنروح فين تاني؟ ندهت وقتها على سلام اللي باصص من الشباك ومركز في الطريق كأنه مستني حاجة تطلع تموته دلوقتي. يا سلام، يا سلام. أيوة يا شيخ عابد، ما تهدى كده، مالك؟ فاضل قد إيه عشان نوصل بيت عمك؟ خلاص قربنا نوصل. السواق وقتها داس فرامل فجأة، وكان على وشه إن في مصيبة حصلت. عشان كده قلت له: في إيه يا ابني؟ وقفت كده ليه؟ أنا خبطت حد. سلام بدأ يخبط على رجله وهو بيقول: يا نهار أسود، قلت لك يا شيخ عابد ما ينفعش نمشي في البلد بالليل، أنا قلت لك. ممكن تسكت انت شوية يا ابني؟ يعني انت لو كنت خبطت حد كنا هنشوفه أو هنحس بالخبطة. مش عارف، أنا فجأة شفت حد واقف قدام العربية واختفى مرة واحدة، أنا هنزل أشوف. لا بلاش تنزل، انت تلف العربية وتخرجنا من البلد، والصبح نرجع، الصباح رباح. هو في ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. مفيش حاجة، خليك انت، أنا هنزل أشوف في ايه. نزلت من العربية، الدنيا كانت ضلمة، كان في هوا سخن بيخبط فيا. قربت قدام العربية وبصيت في الأرض، لكن مفيش حاجة. بصيت حوالين المكان، مفيش غير هدوء. بصيت لهم عشان أقول لهم إن مفيش حاجة، لكن شفت حاجة خلتني أسكت. شخص واقف في آخر العربية، كل اللي باين منه عينيه اللي لونها أحمر زي الدم، أما باقي جسمه فهو أسود من السواد. كان واقف باصصلي ومبرق، اتكلم بصوت مش طالع منه، يعني بيحرك شفايفه بس، لكن الغريبة إن سمعت صوته في ودني كأنه واقف جنبي وبيوشوشني. كان بيقول جملة واحدة: الملك تميم، الملك تميم، الملك تميم. حسيت وقتها بخوف شديد، ما كنتش عارف أتصرف إزاي، لكني بدأت أقرأ قرآن بصوت عالي. حسيت إن الشخص ده أو الكائن اللي قصادي اتضايق. كانت الجملة اللي بيقولها عمالة تتردد في ودني، لدرجة إني ما كنتش قادر أتحمل أكتر من كده. فضلت أقرأ قرآن بصوت أعلى لحد ما لا إراديا غمضت عينيا، أو بمعنى أصح حسيت إني بفقد الوعي. فتحت عيني معرفش بعد قد إيه على صوت سلام وهو بيقول: شيخ عابد، اصحى يا شيخ، إحنا وصلنا. فتحت عيني وبصيت حواليا، إيه ده؟ إزاي إحنا لسه في العربية؟ يعني إيه كل ده كان حلم؟ هو إيه اللي حصل يا سلام؟ ما حصلش حاجة، الشيخ لقيتك نمت فجأة، قلت أسيبك لحد ما نوصل، يلا إحنا وصلنا بيت عمي ضياء. حاجة جوايا بتقول إن اللي أنا شفته ده ما كانش حلم، ده كان حقيقة. في حاجة عايزة توصل لي حاجة، في سر في اسم تميم اللي كان بيقوله الكائن ده. نزلنا من العربية ووقفنا قدام بيت ضياء. ياه، بقالي سنين ما جيتش هنا، من ساعة ما سعد أبو سلام توفي. ضياء دلوقتي يعتبر هو كبير البلد، لأن عيلته هي اللي ماسكة العمودية في البلد وليها اسمها من زمان. دخلت البيت، كان فيه ناس كتير قاعدين وباين عليهم الحزن والخوف، وفي وسطهم كان قاعد ضياء. دخلت وقلت: سلام عليكم. كلهم ردوا السلام، وبعدها ضياء قام وقرب مني وهو بيقول لي: وعليكم السلام يا مولانا، ايه الزيارة الجميلة دي؟ والله انت جيت في وقتك، اتفضل يا مولانا اتفضل. دخلت وقعدت على دكة والناس كلها قاعدة قدامي. سلام دخل ورايا بعد ما دفع الأجرة بتاعة العربية، وبعدها قال: شفتوا بقى، قلت لكم أنا مش هرجع غير ومعايا الحل اللي هيخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده. الشيخ عابد هو الحل فعلا. بعد ما قال كده سلام قلت لهم: سلام حكالي على كل اللي حصل، بس أنا عايز أسأل على حاجة، في حد في البلد هنا اسمه تميم؟ لما قلت كده ضياء قال لي: تميم؟ تميم الواد تميم ابن ام تميم مرات الحاج توفيق الله يرحمه. ايوه صح، لكن ماله تميم ده يا مولانا؟ لما قال لي كده رديت عليه وقلت له: عايز اشوفه دلوقتي، لكن دلوقتي الوقت متأخر، خلينا في النهار. لما سلام قال كده رد عليه ضياء وقال له: الشيخ عابد قال دلوقتي، يبقى دلوقتي. وادي علي، روح على بيت عمك توفيق، قول لأم تميم عم ضياء بيقول لك تجيبي تميم وتيجي دلوقتي،
وتفضل واقف لحد ما تجيبهم وتيجي. سترك يا رب. بعدها ضياء بص واحد كان قاعد قدامه وقال له: ايه يا مصطفى ساكت يعني، مش عايز تقول حاجة؟ عايزني اقول ايه يا ضياء؟ ما انا زيكم. لا يا شيخ، ومين سبب العكة اللي احنا فيها دي؟ مش انت اللي بعت بيتك للدجال اللي عمل فينا كده وطمعت في الفلوس اللي اداها لك؟ يعني انا كنت هعرف منين ان كل ده هيحصل؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ اهو اللي حصل منك لله يا اخي. قطعت الخناقة والزعيق اللي ما بينهم وقلت: جرى انتوا وهو؟ انتوا جايين تتعاركوا دلوقتي وسط المصيبة اللي انتوا فيها دي؟ حقك عليا يا مولانا، بس هو غلطان برضه. لما قال كده ضياء لمصطفى، رد عليه مصطفى وقال له: غلطان في ايه بس؟ طيب احضرنا يا مولانا. قال كده مصطفى، لكن المرة دي اللي سكتهم واحدة ست لما دخلت البيت. الست كبيرة دي ومعاها طفل عنده حوالي 11 سنة. الست كان باين عليها الخوف. اتكلمت وهي داخلة وقالت: هو في ايه؟ الواد تميم عمل ايه يا ضياء؟ انا جبت تميم معايا وانا مش فاهمة في ايه. اهدي يا خالة ام تميم واقعدي ما تخافيش. الشيخ ده جاي عشان يساعدنا في اللي احنا فيه، وطلب يشوف تميم. طلب يشوفه ليه؟ هو عمل ايه بس؟ سبتهم يتكلموا مع بعض، ووقتها بصيت على تميم. الولد كان فيه حاجة مش طبيعية. كان باصص عليا بنظرة أنا عارفها كويس. دي نظرة الكائن اللي كان واقف ورا العربية، لكن المرة دي أنا واثق إني مش بحلم. عشان كده قلت لتميم: قرب يا أميم كده، ما تخافش. الولد قرب عليا وفي عينه نفس النظرة اللي تقريبا محدش شايفها غيري. أول ما وقف قدامي حطيت إيدي على دماغه وبدأت أقرأ قرآن، واللي توقعته لقيته. الولد بدأ يصرخ ويتشنج، لكن الرجالة اللي قاعدين قاموا من مكانهم وثبتوه كويس. أمه وقتها فضلت تزعق وتقول: سيبوه، هو ملوش ذنب، أنا السبب. سبت الولد وركزت مع كلامها، لكن الصدمة إن الولد مسك دماغي جامد وقرب من ودني وقال لي: خاتم الملك تميم. الرجالة وقتها فضلوا يشدوا فيه لحد ما وقع على الأرض وفقد الوعي. وأنا في الوقت ده رجعت لورا وأنا باخد نفسي بالعافية. وبعد دقايق الولد فاق شوية. أمه خدته وكانت هتمشي، لكن افتكرت الكلام اللي كانت بتقوله. عشان كده قلت لها: استني يا ست، انتي عايز ايه تاني؟ مش كفاية كنت هتموت الولد؟ عايز اعرف ايه الكلام اللي انتي كنت بتقوليه من شوية؟ انتي السبب في ايه؟ كلام ايه؟ انا ما قلتش حاجة. ضياء وقتها قام من مكانه وشخط فيها: بقولك ايه، مش عايزين كدب، انتي هتقولي ولا ايه؟ لما قال لها كده قلت له: استني يا ضياء، على فكرة يا ست، ابنك ملبوس. عارفة يعني ايه ولا عرفك؟ يعني في كائن شرير جواه وهو اللي بيتحكم فيه. يعني انتي وابنك في خطر، مش القرية بس. يعني لازم تقولي اللي تعرفيه ده لو عايزة اني اساعدكم. انا هقولك على اللي اعرفه. انا يا عم الشيخ كنت كل ما اخلف عيل يموت، لحد ما خلفت تميم الوحيد اللي عاش الحمد لله. من فترة جالي واحد غريب اسمه كارم، قال لي انه عايزني اساعده في حاجة وهيديني فلوس كتير. قلت له: ايه هي الحاجة دي؟ قال لي: ادور في البلد كلها على بيت عليه رسمة غراب. كنت مستغربة بس قلت ادور وماله، دي حاجة سهلة وفيها فلوس. لفيت البلد كلها لحد ما لقيت الرسمة في بيت عم مصطفى. قلت له اني لقيت الرسمة دي على بيت مصطفى. قال لي اروح له كل شوية واقنعه ان بيته فيه، اللهم احفظنا، عفاريت. قلت له: لا، مش هعمل كده. لكنه خوفني وقال لي انه ممكن تميم يموت لو ما عملتش كده. وقتها مصطفى قطع كلامها وقال لها: يعني انت بقى يا فتحية كنت كل يوم تجيلي وانا دخلك بيتي لحد ما خلتيني ابيع البيت؟ ضياء وقتها قال له وهو متعصب: يا سلام، وانت لسه فاكر كده دلوقتي؟ انت يا جدع انت ما قلتش كده ليه من الاول؟ هقولك ايه؟ اقولك اني بعت بيتي عشان في عفاريت عشان تضحكوا عليا؟ بصيت وقتها للست وقلت لها: كملي. وبعدين ايه اللي حصل؟ دي الحقيقة، هو كان فاكر ان في عفاريت في البيت، لكن اللي ما يعرفوش ان كارم هو اللي كان بيعمل كده في البيت عشان تسيبه. معرفش كان بيعمل ايه بالظبط، بس هو قال له انه بيعمل حاجة هتخليه يسيب البيت. ولما جالك وقالك اشتريه بعتهوله على طول. ومن ساعتها يا عم الشيخ وابني مش عارفة ايه اللي صابه، على طول ساكت، لا بيتكلم ولا بيلعب زي ما كان بيعمل.
والمصيبة اللي حلت علينا كمان إن أبوه كان أول واحد يموت بعد اللعنة اللي حصلت. الست خلصت كلامها وخدت ابنها ومشيت، وأنا قعدت كام دقيقة كده أستوعب اللي حصل وبفكر في معنى كلمة خاتم الملك تميم اللي قالها الولد الصغير. في حاجة بتشدني ناحية الحكاية، حاجة عايزاني أكتشف السر اللي موجود. قمت وقفت وقلت أنا عايز أدخل بيت الدجال دلوقتي. بمجرد ما قلت كده كله قام وقف وفضلوا يقنعوني إنه ما ينفعش أدخل البيت دلوقتي. وقتها سلام قال لي يا شيخ عابد مش هينفع، ده احنا بنخاف نمشي في البلد بالليل، نقوم ندخل البيت اللي كان السبب في كل اللي احنا فيه. قال كده سلام عشان يرد عليه ضياء ويقول لو مصمم يا مولانا خليها بالنهار يبقى أمان. أنا قلت دلوقتي يعني دلوقتي، كل يوم بيعدي بيبقى خطر عليكم، ولو خايفين أنا هدخل لوحدي. ودي تيجي برضو نسيبك تدخل لوحدك؟ يلا يا سلام انت ومصطفى. لما قال لهم كده قال له مصطفى وهو مرعوب وانا مالي يا ضياء، عشان انت السبب في العكة دي وانت اكتر واحد عارف البيت. في النهاية بعد جدال طويل كلهم وافقوا. وقتها الساعة كانت داخلة على 11 بالليل. خرجنا من بيت ضياء ومشينا في البلد، الكل ماشي وهو بيترعش من الخوف. وفي وسط ما احنا ماشيين سلام صرخ ووقع على الأرض وفضل يزحف لورا كأن في حاجة قدامه، هو بس اللي كان شايفها. بسرعة جرينا عليه وقلت له مالك يا سلام، ايه اللي حصل؟ شفتها يا مولانا، شفتها. هي مين اللي شفتها دي؟ كانت واقفة قدامي دلوقتي، قالت لي الدور عليك، أنا مش عايز أموت. حاولت أهديه لكن مفيش فايدة. سلام بقى في حالة صدمة من اللي شافه. على طول قلت مصطفى هتاخد سلام وترجع بيه بيت ضياء ومحدش يخرج من بيته النهاردة، ادعوا بس الليلة دي تعدي على خير، يلا بينا يا ضياء. بعد ما مشيوا قلت لضياء هي مين اللي سلام بيقول إنه شافها؟ قال لي إن دي واحدة ماتت محروقة من فترة وبقت تظهر لناس كتير في البلد. المهم وصلنا قدام البيت مكون من دور واحد، قدامه فيه ترعة كبيرة. قلت لضياء انت هتستنى هنا وانا هدخل. لا يا شيخ عابد انا لازم ادخل معاك، اسمع كلامي، انا محصن نفسي وداخل البيت ونيتي خير، يعني بأمر الله مفيش حاجة هتأذيني، لكن انت لو دخلت معايا ممكن قوي ما تخرجش. وقفت قدام باب البيت سميت الله ودخلت. المكان كان كله ضلمة. أول ما حطيت رجلي جوه سمعت صوت زي همسات حد. فضلت أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قلت كده وبعدها دخلت أوضة في البيت، وعلى حسب وصفهم الأوضة دي هي اللي لقوا فيها الدجال ميت، كان في أثر للدم على الأرض. وطيت عشان أتفحص المكان أكتر واكتشفت حاجة غريبة. وقتها اكتشفت إن في حفرة صغيرة في الأرض، حطيت إيدي عليها وغمضت عيني، ولما فتحتها تاني لقيتني واقف في مكان مختلف، واقف في صحراء والدنيا ليل، وقدامي في كذا خيمة من الخيم بتاعت زمان. شفت وقتها واحدة عدت من جنبي بسرعة، شكلها غريب جدا، لبسها قديم قوي، كانت شايلة حاجة صغيرة في ايديها ما كنتش واخد بالي هي ايه. لما وقفت قدام خيمة من الخيم دي كان في 2 قدام الخيمة بيحرسوها وماسكين سيوف في ايديهم. واحد منهم دخل الخيمة وبعدها خرج، والست دي دخلت الخيمة بعدها. الظاهر ان في حد جوه والحارس دخل استأذنه عشان الست تدخل. اتحركت انا كمان ودخلت وراها، كان واضح جدا ان محدش شايفني. لما دخلت لقيت الست دي كانت قاعدة على ركبتها، وقدامها كان واقف شخص شكله غريب برضه. لبسه كان غريب لكنه مش لابس حاجة على نص جسمه اللي فوق، واضح ان دي تقاليدهم لان برضه الحراس كانوا لابسين كده. الست دي مدت ايديها وقالت اتفضل يا مولاي، دي الهدية اللي وعدتني بيها. الجملة دي هي اول حاجة قالتها الست للراجل اللي كان قدامها، وكان واضح انه ملك. الملك ده خد منها الحاجة اللي كانت في ايديها اللي ما كنتش شايفها، لكن لما قربت اكتر شفت اللي في ايديها كان خاتم، بس شكله مختلف، كبير بشكل مش طبيعي. مسك ايديها وقومها وفضل يبص للخاتم وقال اخيرا دلوقتي محدش هيقدر يقف قصادي، دلوقتي هبقى انا الملك الحقيقي لوادي الجبل،
لازم الكل يعرف إن اللي هيفكر يقف قصاد الملك تميم الغول مصيره هيكون الموت. لقيت بعدها الملك تميم لبس الخاتم، وبمجرد ما لبسه لقيت المشهد اللي أنا كنت فيه اتغير. كنت واقف في أرض صحراوية بالنهار، على يميني جنود كتير وعلى شمالي جنود أكتر. واضح إن دي معركة. بوق الهجوم اتضرب وبدلت المعركة وأنا في النص. لما قربوا مني غمضت عيني وفتحتها بعدها بثواني عشان ألاقي نفسي واقف بالليل قدام خيمة الملك تميم. كان قاعد قدامه على الأرض 3 أشخاص. الملك تميم كان واقف والدم مغطي جسمه، والحراس بتوعه واقفين حواليه. واحد من اللي كانوا على الأرض اتكلم وقال: اوعى تفتكر انك عشان فزت في المعركة يبقى انت الملك لوادي الجبل. انت عارف ان انا الوريث الشرعي الوحيد بعد ابوك الملك الغول. لما قال له الشخص ده كده رد عليه تميم وقال له: ده كان زمان، لكن دلوقتي قدامك حل من 2، يا اما تركع قدامي وتعترف ان انا الملك الوحيد، وقتها ممكن اسيبك تعيش انت ومعاون الملك ومستشار الوادي، او ترفض وتموتوا كلكم. اللي فهمته من كلامهم ان الشخص اللي على الارض يبقى اخو الملك تميم. اتكلم ورد عليه وقال له: وانا مش هعترف ان انت الملك، لان انا عارف انت هتعمل ايه لو انا اعترفت. وادي الجبل هيبقى عبارة عن موت ودم بسببك. شكلك مش واخد بالك، انا كده كده بقيت الملك خلاص، وانت مش هتفيدني بحاجة. والكلمة اللي انت مش عايز تعترف بيها لسكان الوادي انا هخليهم يصدقوها حتى لو بالدم. بعد ما قال له كده الملك تميم امر الجنود يقتلوهم ويدفنوهم بعيد على القبيلة. بعدها لقيت المشهد اتغير. كنت واقف في نفس المكان، لكن واضح ان عدى وقت كتير. الست اللي اهدت الخاتم للملك تميم كانت واقفة، وواقف جنبها شاب كنت اول مرة اشوفه. قدامهم كان في حفرة كبيرة، جواها كان الملك تميم وهو ميت، وجنبه حاجة بتلمع. ايوه، الخاتم. الست دي مسكت كتاب وفضلت تقول منه كلام غريب، وبعدها ردموا الحفرة. في الوقت ده حسيت بوجع شديد في دماغي. غمضت عيني وفتحتها ولقيتني واقع على الأرض في بيت الدجال كارم، وكل حاجة زي ما هي. لكن الغريب والمرعب واللي انت مش هتصدقه انه كان واقف قدامي. ايوه، الملك تميم. في اللحظة دي قمت وقفت وفضلت أقرأ قرآن وأنا برجع لورا وبحاول أستوعب اللي بيحصل. كنت فاكر إن دي رؤية زي اللي أنا شفتها من شوية، لكن اكتشفت إن دي حقيقة لما حسيت إنه بدأ يغضب من القرآن اللي بقوله، واتكلم وقال لي بصوت جهوري مرعب: اسكت عشان أقدر أساعدك. وقفت فعلا قراية، وبعدها قلت له: تساعدني إزاي؟ أولا أنا مش الملك تميم، أنا حارس الخاتم. كل اللي انت شفته ده أنا اللي وريتهولك عشان تعرف الحقيقة. واللغة اللي كانوا بيتكلموا بيها دي كانت لغة قديمة جدا وما كنتش هتفهمها، لكن أنا ترجمتها للغتك عشان تقدر تفهم. لكن في أجزاء ناقصة في كل اللي انت شفته. خليني أقولك إيه اللي ناقص. المكان اللي واقفين فيه ده من سنين طويلة كان وادي كبير اسمه وادي الجبل. الوادي ده كان فيه 6 قبائل، كل قبيلة ليها ملك بيحكمها وبيفرض عليها قوانينه، إلا قبيلة واحدة، قبيلة الملك الغول. الملك الغول كان بيحكم كل القبائل، يعني كلمته كانت بتمشي على الكبير قبل الصغير. الملك الغول كان عنده ولدين، تميم وساكن. بعد فترة كبيرة عدت على ملك الملك الغول، مات في النهاية. كان الوريث الشرعي لكل القبائل دي هو الابن الأكبر ساكن، لكن تميم رفض ده لأنه كان أقوى من ساكن وانتصر في معارك كتير، وشايف إنه أحق بالورث ده من أخوه. لكن محدش في القبيلة قبل القرار ده، واتنقل الورث لساكن الابن الأكبر. تميم خرج من القبيلة وعاش سنين في الجبل، وبعد فترة عمل قبيلة لوحده، وما كانتش أي قبيلة، دي قبيلة كلها دم وسحر وموت. جمع فيها أشخاص كتير من المطاريد واللصوص والقتلة. حاول يقتل أخوه أكتر من مرة لكنه كان بيفشل، لحد ما قابل سليلة، وسليلة دي كانت ساحرة كبيرة وكل القبائل عارفينها. قال لها إنه عاوز حاجة تخليه قوي يقدر بيها ياخد الملك من أخوه. فالساحرة سليلة عشان كده صنعت له خاتم، بس ما كانتش خاتم عادي، ده مصنوع في عالم الجن. الخاتم ده اللي بيلبسه بيبقى عنده قوة وملك وكل ما يتمناه الإنس من الدنيا. الملك تميم لبس الخاتم، وبعد ما لبسه كان أول انتصار ليه إنه هزم الملك ساكن في أرض المعركة، وبعدها قتله. لكن برضه بعد كل ده الناس في الوادي ما كانوش معترفين إن تميم هو الملك،
مع إنه هو الوريث الشرعي الوحيد بعد موت ساكن. كانوا بيقولوا إنه الورث هيتنقل لقبيلة تانية، لأن الملك الغول كان قايل إنه مفيش حد يقدر يورث بالدم. طبعا تميم اتضايق جدا من ده وقرر إنه ينتقم، عشان كده بقى يقتل أي شخص يرفض يقول إنه هو الملك. عدت سنين طويلة، سنين من الموت والجشع والدم، لحد ما ظهر شاب قوي اسمه سراج. سراج كان ابن الملك ساكن، لكن تميم ما كانش يعرف إن ساكن خلف ولد. سراج هرب من القبيلة وتربى وكبر مع واحد من الفرسان بتوع الساحرة سليلة اللي صنعت الخاتم. كانت شايفة الظلم بعينيها وحست بالذنب، عشان كده راحت لسراج واتفقوا إنهم يقتلوا الملك تميم لأن ظلمه زاد. وآخر حاجة قالها التميم للساحرة إنها تعمل له سحر يخليه يعيش للأبد، واداها مهلة قصيرة وبعدها كان هيقتلها. لكن سليلة عملت العكس، سراج وسليلة قتلوا تميم، وسليلة بعدها عملت تعويذ على الخاتم ودفنته معاه. سخرت كائن يحرس الخاتم، وأي حد ينبش في المقبرة هتصيبه لعنة هو وكل اللي حواليه، لحد ما الدجال كارم ما وصل هنا ونبش في المقبرة. هو كان فاكر إن دي مقبرة فرعونية وفيها كنوز، وده اللي أنا وريتهوله بعد ما خليته يعمل تعويذة على باب المقبرة عشان أقدر أتحرر وأكمل الخطة. بعدها اللعنة انحلت على البلد كلها، لعنة التعويذة اللي عملتها سليلة، واللي بسببها أنا اللي سحبت كارم لحد هنا عشان أنت تيجي. يعني إيه عشان أنا آجي؟ وأنت تعرفني منين؟ مش مهم أنا أعرفك منين، المهم إني لازم أتحرر من المقبرة ومن العهد اللي عليا. لكن عشان التعويذ هتتفك مفيش غير حل واحد، إنه يلبس الخاتم حد قلبه صافي، مفيش فيه غل ولا كره ولا يستخدمه في الشر والقتل. أنا كنت بشوفك من زمن طويل وتأكدت إنك هتيجي هنا، لأن أنت الشخص الوحيد اللي هيفك العهد ويحررني ويستخدم الخاتم في الخير. مد إيدك يا عابد، البس الخاتم. ما كنتش عارف أتصرف إزاي، لكن في حاجة جوايا بتشدني إني آخد الخاتم. فضلت أحفر بإيدي في الحفرة اللي في الأرض لحد ما ظهر قدامي. مسكته ولبسته. حسيت بشعور غريب، ما كنتش عارف أميز أنا حاسس بإيه، لكني خدت عهد على نفسي إني مش هستخدم الخاتم غير في الخير وبس. بعدها البلد رجعت طبيعية زي الأول وكل حاجة انتهت، وأنا رجعت لحياتي تاني. لكني عمري ما هنسى التجربة اللي عشتها. هو صحيح اللعنة انتهت في البلد، لكن ابتدت معايا أنا بمغامرات ما كنتش أتخيلها. لو عجبتك القصة دوس لايك واعمل اشتراك عشان تكون أول واحد يشوف كل الجديد. مستنيكم في الفيديوهات الجاية.